السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا، انا ما كنتش ناويه اعمل، كان هعمل فيديو الغدا، تمام، بس ما كنتش ناويه اعمل الفيديو ده. بس بجد انا لسه جايه من المحطه اهو، لسه والله ما قلعت هدومي، لسه جايه من السوق يعني. تمام. اشتريت طلبات عشان اعمل فيديو النهارده للغدا، فيديو حلو كده جميل وخفيف وزي العسل. تمام. قلت اشتري طحينه، لكن اللي هعملها النهارده لازم جنبها طحينه، ابو محمد بيحبها كده. تمام. قلت ايه، بجيب ب5 جنيه طحينه، بصراحه ما بكدبش عليكم، انا بقول لكم على الحقيقه، ما بجيبش ب10 ولا ب20، على قد يعني على قد الاكله اللي احنا هناكلها. بعملها في طبق ب5 جنيه، بيديني حبه قد كده. طب هات يا خالد ب5 جنيه طحينه. تمام. قال لي مفيش ب5 جنيه. ليه يا ابني مفيش ب5 جنيه وانا باخد منه؟ قال لي لا، اقل حاجه ب10 جنيه. قلت له ب10 جنيه اشمعنى يعني؟ قال لي الحاجه غلط، مش والله ما بكدب عليكم. قلت له طب خلاص، طب هات كيس من الكيس الصغيرين. قال لي برده ما فيش. قلت له خلاص مش، رحت مشيت طلعت، رحت رجعت له تاني. قلت له هات بقى ب5 جنيه كده دوت سمسم. والله زي ما بقول لكم بالظبط. قلت له هو انا مكسحه مش هعرف اعمل شويه طحينه؟ هات ب5 جنيه سمسم كده، مش هاخد منك ب10، انا هاخد ب5 وهعملهم، وهشوف ب5 جنيه هيطلع قد ايه. ورد عليا قال لي برده امبارح واحده نفس ما انت قلت كده، وجاته عايزه الطحينه، قلت لها الطحينه غليت، قالت طب هات ب5 جنيه سمسم. قلت له خلاص، هو انا مكسحه؟ لا، ده انا هعمل طحينه في قلب البيت. ليه يعني بجد؟ ليه يعني الناس تستغلنا كده بالطريقه دي؟ ده انا لسه اول امبارح جايبها منك ب5 جنيه، اجي كده طلع ب10 جنيه. قلت له لا. راح مديني قال لي يعني هم كتار قوي ده ب5 جنيه؟ قلت له ايه يعني، قليلين قليلين، انا هعمل بيهم اهم. 5 جنيه سمسم. الطحينه بقى اللي احنا بنجيبها والله العظيم، والله اهم، ما بيزيد عن كده اهم. بيبقى 5 جنيه، ايه اللي هي طحينه اللي هي معموله بقى. تمام. يبقى هما طبق، ما بيجوش الا طبق. تمام. قلت له لا، هات ب5 جنيه، انا مش هاخد ب10 جنيه سمسم ولا هاخد ب20، انا هاخد ب5 زي ما هاخد، وهشوف طلعوا قد ايه. ماشي. وعندي الدقيق وعندي زيت وعندي كل حاجه، الحمد لله، خير ربنا موجود في البيت. تمام. واعملها وهوريك. انا ما كنتش ناوي اعمل فيديو السمسم، وحياه ربنا ما كانش في بالي ده تعمل طحينه. قلت اما اجيب كميه بس، بجد اللي شفته النهارده لا 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 لا، انا هعمل في قلب بيتي. ليه؟ احنا ما فيناش ايدين؟ فينا ايدين؟ قال لك في اللي عين وراس يعمل عمايل الناس. تمام يا حبايبي، هي حاجه بسيطه، بس بجد انا اتضايقت منها قوي. ماشي. اجيب ب5 طحينه قد كده، اروح يقول لي لا ما فيش، دول ب10 جنيه اللي جايبهم اول امبارح، يا نهار ابيض. ليه كده؟ لا انا لسه حاجتي والله العظيم ما طلعتها من الشنطه. خلاص اهو، دول ب5 جنيه، هنشوف هنطلع منهم ايه دلوقتي حالا. ماشي. بص دول سمسم ده متحمص خلاص، بس انا هدي برضه تشويحه على النار. لو ما عندكش سمسم متحمص اللي هو الابيض تبقى تحمصيه، بس تخلي بالك عشان بيتحمص بسرعه. ماشي. دي برضه انا هديله تشويحه على النار، واقول لك هعمل ايه، وهنرجع وهشوف انا الكميه اللي طلعتها دي كان هو باخدها منه ب5 جنيه ولا قد ايه. بس انا عارفه متاكده هتطلع اضعاف اضعاف. بصي يا قمر انت وهي، الطاسه سخنت. ماشي. اهو، هما طلعوا بصوا يعني ازود من نص بحاجه بسيطه، مش مهم برضو. نديله تحميصه حاجه بسيطه كده، خلي بالك عشان هو ايه متحمص، مش عشان ما يتحرش، لو اتحرق بيمرر الطحينه. تمام. هعلي النار حاجه بسيطه، تشويحه كده والتاني واطفي عليهم. وما تكوني بتحمصي حاجه زي كده ما تخليهاش في الطاسه السخنه، تفضيها في ايه، في اي طبق او اي حاجه. ماشي يا حبايبي. ونفس المعيار هحط دقيق، نفس المعيار بتاع السمسم هحط دقيق. بصوا الريحه بتطلع اهي. ليه كده؟ احنا نعمل في بيتنا ونعمل كل حاجه هتبقى زي الفل وانضف. هو بس ساعات بنكسل كده اهوت، وحياة ربنا. تقولي لا اما اجيبها ب5 جنيه مش مهم، بدل ما لسه اقف واعمل واطحن وزيت لا، على اللي الواحد شافه النهارده بجد. لا. سلام. انت هتعملها مره هتعملها منها كذا مره. خلاص انا هطفي عليها، وريحه السمسم طلعت اهي، مش هكتر. وزي ما حطيت السمسم بنفس المعيار دقيق برضه هديله تشويحه، هرجع لكم برضه تاني، بس ايه، اجيب شويه الدقيق وافضل دول في طبق. بصي يا قمر انت وهي اهي، في نفس الطاسه يا جماعه. الدقيق برضو على قد السمسم بالظبط. السمسم كان جاي كده، انا عملت الدقيق على قد السمسم. ماشي. كوبايه سمسم يبقى عليها كوبايه دقيق، نص السمسم يبقى عليها نص. طب احنا ليه بنشوح الدقيق؟ عشان نطلع الرطوبه اللي فيه، ما تحمصوهوش، مش عايزه لونه يغير. لو لونه غير بيغير بيخلي لون الطحينه غامقه. تمام. انا لسه بهدومي، انا ما قلعتهاش، انا من حرقه الدم ما قلعتش جلابيتي، والله العظيم لا عاملاكي. وتحميصه كده للدقيق. ماشي يا حبايبي. توطي النار عشان ما يتحرقش. اللهم صل على النبي. وتحطي الدقيق على السمسم وتطحنيهم في المطحنه بتاعت الخلاط، او لو عندك كبه تمام تنعميهم مع بعض
وكده كده الدقيق ناعم، بس ايه عشان كله يبقى مع بعض يطلع الزيت اللي فيه، السمسم يطلع الزيت اللي فيه. تمام. تطحنيه، ولو عايزه تطحني السمسم لوحده وتضيفيه على الدقيق عادي، عايزه تحطوهم مع بعض برضو عادي، ما فيهاش اي حاجه. احنا بس ايه نديله تشويحه حلوه كده عشان نطلع ايه الرطوبه اللي في الدقيق، وما يديش طعم الدقيق في الطحينه. انتوا بتحطوا 3/4 دقيق وربع سمسم، برضو في طحينه فول سوداني ان شاء الله هعملها معاكم في مره. سبحان الله، والله ما كنت ناويه له ابدا الفيديو ده وحياة ربنا. سخن اهو، خلاص. ما تلاقي الدقيق سخن دي كده تلاقيه سخن، خلاص تطفي بقى عادي عشان مش عايزاه يغير لونه. تمام. برضو ايه نفضيه على السمسم او تفضيه في طبق لوحده، لو مش هتضربيه مع السمسم تضربيه مع السمسم تمام تطحنيه. ما شاء الله اكبر، الله اعظم، ولا يكبر عليك شيء يا رب. مش حبايبي، هطحن دلوقتي السمسم في المطحنه بتاعت الخلاط واضيفهم على بعض واقول لكم على كميه الزيت. برضو هي كميه الزيت على قدهم برضو، بس ما تحطهاش كلها مره واحده، تحطي بحبه بالتدريج. نص سمسم، نص دقيق، نص زيت، كوبايه سمسم، كوبايه دقيق، كوبايه زيت. بس الزيت تحطيه بالتدريج، ما تحطيش كتير عشان ما يبقى ايه يعني ممكن تزودي، عايزاه يبقى خفيف شويه، عايزاه يبقى الطحينه تقيله. تمام يا حبايبي. انا هطحن السمسم وهرجع لكم تاني. حطيت الدقيق البن ده يا جماعه، بقيت السمسم اللي كانوا في بتاعه مطحنه الخلاط كده، هما طحنت الخلاط طحنته. تمام. خلاص يا حبايبي، وادي الزيت قد السمسم وقد الدقيق، بس هحط نصهم بس. تمام. والباقي هحطه بالتدريج كده، واشغل الخلاط ونشوف الدنيا فيها ايه. ماشي. ولو اتبقى زيت هقول لكم، لو زودت زيت هقول لكم برضو. ابصي قمر انت وهي ما خدتش 10 دقايق، مش 10 جنيه. ابصوا بسم الله الرحمن الرحيم، اهي اهي مالها فله فله شمعه منوره، احلى حبه طحينه في 10 دقايق، مش ب10 جنيه. بصوا بصوا، وهتتقل كل ما هتقعد شويه كده هتتقل. تمام. هطلعنا بقى كل اللي في الخلاط دوت بالمعلقه اهو، هطلع كل ده. قولوا بالله عليكم ليه نكسل ونروح نشتري الحاجه بالغلا والكوى؟ اهي شايفين مالها، نص كوبايه السمسم، نص كوبايه الدقيق، نص كوبايه زيت. لو لقيتيها وانت بتعمليها خفيفه معاكي تمام زودتلك معلقه دقيق، مفيهاش اي حاجه. ما تزوديش عن نص كوبايه زيت، نص دقيق، نص سمسم، نص زيت. ماشي. لو لقيتيها خفيفه معاكي وانت بتعمليها في الخلاط زوديلك معلقه ولا معلقتين دقيق. خلاص يا حبايبي. اهي كل ما هتقعد هتتقل، حبه ما يجوش حسره وندامه زي ما بيقولوا. جماعه احنا بلدي وبنقول الكلام البلدي. تمام. اهو حسره وندامه. طب وعلى ايه؟ وعلى ايه يا حبايبي؟ حرام ولا مش حرام؟ 10 جنيه يا نهار ابيض. الدنيا ولعت وكل حاجه ولعت، بس في حاجات بجد بتحرق الدم، يعني بجد بجد في حاجه كده اهو بتحرق الدم. اجيب حبه طحينه ب10 جنيه، كنت بجيبهم ب5 جنيه اول امبارح، احطهم في قلب الطبق ما بيبانوش. لا ده انا اعمل من دي 4 5 6 مرات بال10 جنيه، وما كلفتنيش 10 جنيه. دي عندك في البيت والزيت عندك في البيت، ربنا يوسع علينا وعليكم. وجبت ب5 جنيه طحينه اهو، عسل 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 في منتهى الجمال، وكل ما هتقعد تتقل. تمام يا حبايبي. ان شاء الله هعمل منها النهارده وهوريها لكم. يلا اسيبكم بقى في رعايه ربنا واقول لكم ايه سلام. ومعلش ان انا ايه عملت الفيديو دوت وانا زعلانه كده ومتنرفزه، بجد كنت متضايقه قوي. خلاص. الاسمر ده يا جماعه من السمسم. يلا بقى حبايبي اسيبكم في رعايه ربنا واقول لكم ايه احلى سلام واحلى صباح على قلوبكم الجميله. ربنا يسعدنا ويسعد صباحكم باذن الله بكل خير. لايك 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 للطحينه المفاجاه دي. يلا حبيبي سلام.